هذه الليلة نستعيض عن المقدمة ونترك الهواء لننقل رسالة من مواطن جنوبي إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. أما خطابه بالأمس فزبدة الرد عليه لخصها الرئيس سعد الحريري بالقول: لماذا كل هذا الجنون في الكلام؟ إنها عاصفة الحزم يا عزيزي. واستثنائيا أيضا نترك تشريح ما قاله نصر الله وتفنيد مغالطاته وافتراءاته وتناقضاته لحلقة استثنائية من DNA مع نديم قطيش في ختام هذه النشرة. أما رسالة المواطن الجنوبي فهذا نصها: سماحة السيد، لم أجد من ينقل رسالتي غير تلفزيون المستقبل. يا سيد، أنا ابن ضاحية بيروت الجنوبية. أبي نزح من الجنوب وسكن في الضاحية قبل 40 عاما، وهناك ولدت وعشت. وأخوتي حملوا السلاح في حزبك، أحدهم استشهد في العام 2000 قبل تحرير الجنوب بأشهر. كنا فخورين به وبك، وآمنا بخياراتك وخياراته. لي أخت لم يسعفها الوقت للملمة أغراضها، فقتلت تحت المبنى الذي كانت تسكنه في الشياح في تموز عام 2006. قلنا يومها إن كل شيء يهون في الحرب مع إسرائيل. في العام 2008 قتل أخي الثاني في تلة أتلات منات في الجبل. لم نجد صهاينة من حوله لنبارك موته. في 7 أيار قرر أن يختفي من البيت ليحرر لبنان من اللبنانيين. في 11 أيار عاد ملفوفا بعلم حزبك. قلنا لعله يحق للسيد ما لا يحق لغيره. قلنا ندفع فاتورة لم نفهمها، وقلنا إنك لا بد أن تكون على حق، وإن لم نفهم لماذا يموت أخي وهو يحاول قتل جيراننا في منزلنا الصيفي بالجبل، حيث كنا نتنزه منذ 30 عاما، منذ صار الجنوب ساحة حرب. في العام 2013 أصيب ابن عمي في سوريا، كان يؤدي واجبا جهاديا لم أفهمه. ثم عرفنا أنه يحمي مقام السيدة زينب في الشام، لكنه مات في حمص قرب مسجد خالد بن الوليد. لم نجد مقاما يطوبه شهيدا. قلنا مجددا ربما تعرف أكثر مما نعرف. ثم أصيب ابن خالتي في تفجير حارة حريك. كان يشتري الدجاج لأولاده حين انفجرت السيارة بالجميع في الشارع. عرفنا لاحقا أن من فجر نفسه خسر بعض أهله بقصف عناصر من حزبك لمنازل سوريين آمنين. أمس استغربت عدم نزول أخي إلى الشارع ليتضامن مع الحوثيين في اليمن، وكان يقرأ مقالات في إعلامك يا سيد تشتم المملكة العربية السعودية. فقال لي إن شقيقنا يعمل في الإمارات، وجارنا يعمل في السعودية، وبعضا من أبناء قريتنا يملكون مقهى في الكويت، وغيرهم في قطر والبحرين، وكلهم خائفون من تداعيات ما يجري على أرزاقهم، ولا أحد منا له مصلحة أو رزق في اليمن. يا سيد، هل تريد بعدما خضنا حربا لم نفهم سببها في تموز 2006 وبلسم بعدها جراحنا أهل الخليج، وبعدما قتلنا أهلنا في بيروت والجبل في 7 أيار عام 2008، وبعدما قتلنا وقتلنا ومتنا ونحن نحارب أهلنا بسوريا في العام 2013 و2014، أن نذهب إلى اليمن في العام 2015 لنناصر من يعتدون على أهلهم كما حاول أخي أن يفعل في الجبل ذات أيار لبناني؟ تريدنا أن نشتم السعودية والخليج حيث يعمل أشقاؤنا وأقاربنا. تريدنا أن نموت في سوريا والعراق بالاعتداء على الآخرين، وفي الضاحية بالمتفجرات والجوع، وفي اليمن بنصرة الظالم. لماذا نهاجم يا سماحة السيد من أنقذنا؟ لماذا نحاول قطع يد العرب التي امتدت إلينا دوما؟ لماذا يا سيد ننحاز إلى إيران على حساب العروبة؟ ألسنا عربا ولغة القرآن هي لغة الضاد؟ ولماذا يا سيد، وسامحني حين لا أكشف سرا، تحولت مناطقنا
في الضاحية والبقاع والجنوب إلى أوكار يختبئ فيها تجار الممنوعات والمخدرات والسلاح ومسهلو الدعارة وشبكاتهم؟ لماذا نموت في بلاد الله الواسعة وتضيق علينا الحياة في لبنان؟ هل تريدنا أن نحارب الكوكب كله فيما إيران تفاوض على دمنا ولا يسقط لها شاب واحد؟ يا سيد، أنا ابن الجنوب، أريد أن أشتري منزلا أعيش فيه، لا لترثه أرملتي وتتزوج غيري. أريد أن أربي أولادي، لا أن أضمن غدهم بموتي، وأنا أيتم أولاد السوريين والعراقيين واليمنيين. عذرا يا سيد، لكن حروبك باتت أكبر من قدرتنا على الموت. شبابنا في البقاع والجنوب والضاحية باتوا إما شهداء أو محاصرين بأرزاقهم في جهات الأرض كلها، وإما مقاتلين لا يعرفون دفاعا عن أي قضية. واليوم تريدنا أن نحارب العرب كلهم وأن نصير جاليات إيرانية في بلادنا. بعد كل هذه الحروب تعبنا ونريد أن نرتاح يا سيد. بهذا تنتهي الرسالة من المواطن الجنوبي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.